ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. آه النهارده اعرفكم بنفسي. الاول انا ايمي. قناتي اسمها اكلات بسيطه مع ايمي، وده اول فيديو ليا هظهر معاكم فيه. تمام. النهارده هنعمل الزيتون المخلل. الزيتون المخلل. طبعا كلكم عارفين، محدش بيستغنى عنه، وده الموسم بتاعه. انا رحت جبته من السوق. جبته حلو قوي. تعالوا نشوف فيديو السوق ونرجع لكم تاني. نجيب الزيتون يا حبايبي. جايباكم معايا النهارده نشوف الزيتون اخباره ايه في السوق. ده كان مساعد. صباح الخير، عامله ايه؟ بكام هنا ده زيتون ب 80. الكلاماطه. قصدي ده العزيز 80. شايفين حلو ازاي؟ بصوا الزيتون ده الكلاماطه. مسيد هنا بتبيع الزيتون حلو ورخيص في سوق الفؤاد. شايفين؟ لا انت شايفين؟ تعالوا هنا ده التفاحي، بس التفاحي اللي هو مدي خد الجميل. شايفين؟ هو حلو برضو زي الاخضر، بس ايه يعني بيستوي بسرعه، بيخضر بسرعه، بيستوي بسرعه عن التفاح الاخضر. تعالوا نشوف هنا بقى. ورينا المسيد الزيتون ده هنا بكام يا مسيد؟ ده ب 90 يعني. الله جميل. لا بس باتي هنا واحدتين حلوين كده، نقي لي كده حلوين. هو كله حلو على فكره. شايفين حلو ازاي؟ استنى ماشي موجوده. طيب بصوا، هو حلو بالنسبه للاسعار اللي انا شايفاها بره. هنا عنده مسيد حلو، انا بجيب منها حاجتها حلوه. عندك الفلفل بكام يا سيد؟ عندي فلفل 20 وعندي بصوا هنا الليمون. تعالوا شوفوا الليمون معايا حلو برضو. كام الليمون يا سيد؟ الليمون ب 10 جنيه. بصوا الليمون حلو ازاي. الليمون جميل. ماشي. طيب اوزني لي اللي هو ده 3 150. عندنا ب 120. بصوا الكلاماطه هنا عندها حلو قوي قوي. بتباع بره ب 120، عندها هنا بتباع بره ب 150. انا جبته ب 120. 3 كيلو من هنا. 3 كيلو احلى مدام تسلم. ربنا يخليك. انت عايزه بس على النبي حاجه. 3 تفاحي. عينيا. احلى زيتون، احلى جميل. ربنا يخليك يا مسيد. عندنا ارخص حاجه في السوق شارع فؤاد. اول شارع فؤاد المسيد ليمون. المسيد هنا في اول السوق يا جماعه، حاجتها تحفه قوي قوي قوي. كده يا حاجه. ورجعت لكم تاني حبايبي. تعالوا نشوف احنا جبنا ايه. انا جبت هنا الزيتون التفاحي. انا جايباه ب 90 جنيه. الست دي في اول سوق الفؤاد. حاجتها حلوه قوي. انا اتلخبطت، بدل ما اقول على الزيتون الزيتون العزيزي قلت كلاماطه، وفعلا جبت كلاماطه بس نسيته في التوك توك. تمام. تعالوا نشوف الزيتون. دول 3 كيلو ببركه ربنا. هنفضيهم مع بعض. شايفين؟ حلو جدا ب 90 جنيه. عايزه اقول لكم في اماكن تانية ب 110 وب 120. تمام. وده هنا العزيزي. شايفين العزيزي حلو ازاي؟ ب 80 جنيه. يبقى التفاحي انا جايباه ب 90. بصوا حلو ازاي، تحفه. وارخص من بره، زي ما انا قلت لكم بره عامل 110 و 120. جبت هنا 2 كيلو ليمون. جايبه هنا. تعالوا هنا نشوفهم مع بعض. خلوا دول على جنب كده. تمام. انا جايبه هنا 2 كيلو ليمون. وعندي هنا حوالي كيلو كيلو ونص في الثلاجه. شايفين الليمون حلو ازاي؟ ب 10 جنيه. جبت ايه تاني؟ جبت كيلو جزر. انا مش هحطه كله طبعا الكيلو، هنبشر نصه، لان هعمل بخلطتين، بطريقتين. طريقه فيها خلطه وطريقه بميه وملح وليمون. جبت هنا حوالي ده كيلو فلفل بتاع الهريسه. تمام. وجبت الفلفل هنا بقى اللي انا هحطه مع الزيتون. الفلفل ده اللي هو اسمه الفلفل البلدي السوداني او الاسواني، حاجه زي كده، مش فاكره اسمه، بس هو ده الصغير. شايفين؟ ده اللي رفيع الصغير، ده اللي يعيش، ده اللي لما تيجي تاكليه ما يدوبش، ما يتهريش في قلب المخلل ويطلع صحي. تمام. وجبت طبعا كرفس. انا طبعا الكرفس ده كله مش هستخدمه. انا هستخدم حزمه واحده. هنضف الحاجه دي كلها، وهغسل الزيتون وهبشر الجزر وهجيلكوا تاني.
وبعد ما غسلنا الحاجه زي ما انتم شايفين كده، هبدا الاول بالزيتون التفاحي. انا هنا فتحتين بالسكينه، انا سبت واحدتين كده عشان اوريكي. تمام. انا هنا هضيف له ليمون. حط له ليمون، هزوده ليمون بيدي طعم حلو قوي. انت عايزه تحطي له ليمون براحتك، مش عايزه دي حاجه ترجع لي. انا هنا يعني اديت الليمون ده حوالي غلوه واحده بس وطلعته، ما سبتوش يعني غلي غلوه واحده وطلعته. ده حوالي كيلو ليمون هحطه على الزيتون. وهحط هنا، انا مش هحط هريسه، انا عايزه ميه الزيتون تبقى لونها صافي كده من غير حاجه. هحط يعني كام قرن كده انا مقطعه. تمام. وهحط شويه فلفل، ده راجع لك انت بقى. ده بس ده متقطع، انا مش هكتر بس عشان ايه ما يبقاش حامي قوي. تمام. انا اهم شيء مش فاتحه الفلفل، ما تفتحيهوش، والعنقود بتاعه ده بيحفظه، بيخليه مقرمش لاخر واحده. تمام. انا هنا مش هنقلبه على بعضه كده، نحط شويه فلفل تاني. حبه فلفل تاني ولا كفايه؟ انتي عايزه تحطي ليمون حطي، انا يعني قصدي مش عايزه تحطي ليمون ما تحطيش. انا الزيتون بحب احط له ليمون. الليمون ده انا غلياه غلوه واحده بس، يا دوبك الميه غليت وفصلته. معايا هنا بطرمان انا غسلاه ومعقمه، بس هضطر اقوم زي ما انت شايفه كده. طبعا في المصانع عندهم مكبس للزيتون، ده بنفس طريقه المصانع، بيبقى عندهم مكابس للزيتون. وهنا بعد ما عبيناه زي ما انتم شايفين شكله بقى حلو. زي اهم شيء تكبسيه، يعني اهم شيء تكبسيه. شايفين؟ اهم شيء تكبسيه. وهنا بعد ما عبيناه زي ما انتم شايفين، اهم حاجه تكبسي البطرمان. تمام. تعالوا بقى هنا للمحلول بتاعه. انا هنا حاطه دي ميه السليق بتاعه الليمون. هتقولي هتمرر، لا جربي الطريقه دي. دول 3 لتر ميه، اللتر 4 كوبايات، اللتر الميه 4 كوبايات. هنا بقى السكر سوري الملح. احنا هنا بقى اللي نعرف، هقول لك تظبطيه ازاي. لكل لتر ميه عليه 7 أو 8 معالق ملح. هتقولي لي ازاي يا ايمي؟ اقول لك ان في ملح بيبقى خشن من الاكياس دي، وفي ملح بيبقى ناعم، يعني ده كده ناعم. هحط لكل لتر 7، وهندوق الميه. وهقول لك على حاجه بعد ما نعبيه، خليكي معايا. يعني احنا هنحط هنا، احنا قلنا 3 لتر، هحط لكل لتر 7 معالق. هو الكيس ده ابو جنيه، يبقى انا هاخد 3 اكياس من ده. ولو فاضت ميه، ده كده الكيس التالت، ولو فاضت ميه طبعا هنضيفها للزيتون اللي هو التفاحي. وهنقلب. طبعا لو في ملح خشن هتحطي ل3 لتر ميه كوبايه مج خشن ومج صغير ناعم. ان معروف ان الملح الخشن هو اللي يعني بيظبط المخللات، بس انا مش نسيت اجيبه يعني عشان اكون امينه. انا عايزه هنا الميه بتاعت الزيتون التفاحي انا بعمله بطريقه المصانع، ما بيحطوش بقى اي حاجه تاني غير ميه وملح وليمون. هقول لك على كام تريكايه كده معايا واحنا شغالين.
ولو انت عايزه تقيسي الملح ومش عارفه، وبعد ما تحطي الحياء ده بتجيبي بيضه وتحطيها على وش الطبق، على الطبق لو عامت يبقى الملح تمام. بس انا عشان عارفه المعيار بتاعي. وهقول لك كمان حاجه، الملح لو زاد حلو، لكن لو قل بيهري. يعني انت لو ملح عندك زاد تعرفي تتحكمي فيه، انما لو ملح قليل لا، الملح لو قليل يهريه، انما لو الملح زياده انت تعرفي تتحكمي فيه. وانت كده كده بعد ما بتحيقيه ب5-6 ايام بتفتحي عليه، بس ما بتلمسوش بايدك عشان البكتيريا. بمعلقه بتدوقي احياء وتمام، بتغطيه بسرعه وتحطيه في مكان يعني بعيد. عايزه اقول لك الطريقه دي حلوه قوي، وبتاكلي منه بعد بالكتير قوي شهر او اقل من شهر. انا كنت نسيت الليمون، معلش اعذروني والله. هحط هنا كوبايه عصير ليمون، ده معصور بالايد. انا نسيته خالص قبل اي حاجه. هتحط على الوش معلقتين، انا ما عنديش، هحط معلقتين ايه زيت عادي بس يكون ريحته حلوه. الزيت هنا ماده حافظه، تمام. هنعمل ايه بقى هنا؟ بشور الليمون بقى اللي احنا كنا ايه عصرينها، هنزل بيها برضو كده. انا بحط قشور الليمون هنا كده علشان تمنع البكتيريا وما تعمليش ريم على الوش، وفي نفس الوقت تبقى كبسه للزيتون. خلي بالك كل ده هيهبط. هنغطي زي ما انتوا شايفين اهو، لازم يبقى محكوم جدا. شايفين عامل ازاي؟ وهنا حبايبي بعد ما خلصنا التفاحي هنعمل الزيتون العزيزي. انا معايا هنا الجزر اللي انا بشراه، انا بحب الجزر فيه كتير. ومعايا هنا حزمة كرفس، تمام. ومعايا هنا هنقول يعني اقل من، مش هحط الهرسه دي كلها عشان طبعا دي كتيره، هنحطها وخلاص. لا هحطها، هي صعبه قوي، تمام. ماشي تمام. ماشي بقى انا ايه هنزل هنا بالزيتون. الزيتون هنا انا مش فاتحاه، الزيتون هنا انا الاول كنت بفتحه وانقعه حوالي 3-4 ايام بميه وملح، وكنت كل يوم اغير له عشان المراره بتاعته. جربت السنه اللي فاتت الطريقه دي وطلعت تحفه تحفه تحفه، عشان كده عملتها معاكم المره دي. انا مش هفتحه، ده بيقعد بقى، ده يقعد يعني 6-7، يقعد سنه كمان، وتاخديه في جرشه كده وتلاقيه كانك لسه مخليه الشهر ده. بامانه التجربه الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي، بامانه بقى بكلمكم بامانه حلوه جدا. انا مجرباها، كنت الاول زي ما قلت لكم بنقع في ميه وملح لمده 3-4 ايام واغير له كل يوم الميه. المره اللي فاتت
الموسم اللي فات اللي عدى ده عملته بنفس الطريقه دي من غير نقع ومن غير تفتيح، تحفه. بقى كده هنقلب بقى ده كله مع بعضه. شايفين الجمال؟ نقلب تاني. هعمل هنا حاجه صغيره انا بس هنحتاج برضو زيت تاني. طبعا لو عندك زيت زيتون هيبقى افضل. شايفين بتغلفي الزيتون قبل شويه الزيت اللي حطيناهم دول، بيدوها برضو ماده حافظه تقعد من السنه للسنه، ده غير اللي بيتحط من على الوش. شايفين شكله عامل ازاي؟ معلش العصفر ده انا نسيت العصفر طلعني من الكيس، نسيت خالص. نسيت احط العصفر وحبة البركة، معلش سامحوني. انا هحط هنا برضو ايه بالبركة كده بس. عايزه اقول لك في العصفر ده في منه اللي هي اللي هو التقليد، هو بيبقى قشر الرز وبيحط عليه مواد حفظ لون. الاصلي لما تمسكيه وتغسلي ايدك وما يطلعش فيه لون، تعرفي ان ده الاصل الغالي. وبرده ده بيدي، عايزه اقول لكم برده بيدي ماده حافظه وبيسحب المراره اللي بتبقى في الزيتون. هنقلبه حلو قوي. في ايدك بقى دي تعملي الزيتون، تعمليه بالخلطه اللي تعجبك. تعملي زي ما انا عملته في التفاحي بميه وملح وليمون، ما حطيتلوش اي حاجه. يا تعملي الخلطه دي، الاتنين احلى من بعض. اللي انت تفضليه اعمليه. انا عملت لك الطريقتين واللي تعجبك اعمليه. كده بطلمان هنعبيهم بقى. وهنا بعد ما عبيناهم ببركة ربنا دول 3 كيلو الزيتون العزيزي. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ كنا زمان بنعصر الليمون عشان ناخد عصير الليمون ده نحطه. في طريقة حلوة انا بعملها. انا بحط حوالي الكيلو اللي كنا بنعصره او الكيلو ونص، انا غسلته وشققته وسلقته هريته. تعالوا نشوف مع بعض اللي هو ده. بص الليمون، انا طبعا فضيت العصاره بتاعته اللي كانت فيه. شايفين انا مفضيه اختصارا للوقت. ده حوالي كيلو او كيلو ونص ليمون. الميه دي او العصاره بتاعت الليمون دي احلى من انت تعصري. وكنا زمان نعصر على ايدينا. امهاتنا زمان كانت تخلينا نعصر، وكان زمان ناس بتضربه في الخلاط وتحطه. لا، الطريقه دي جميله واختصار للوقت وفي نفس الوقت مفيده جدا. انت بتاخدي العصاره، والقشر ده احنا ما بنرميهوش، القشر ده ما بيترميش.
وهنا بعد ما حطيت 3 لتر هو من عصير الليمون ده او الليمون اللي هو سلقينه ومصفيين الليمونه في قلب الميه، شايفين عاملين ازاي؟ بس عايزه اوريهولكوا كانك عصر ليمون. طبعا انا مش هحط ليمون لان هستكفي بالليمون اللي هو ايه في الميه. هعمل ايه بقى هنا؟ انا هحط زي ما احنا اتفقنا الكيس الصغير ده اللي هو ابو جنيه، هحط 3. تمام. لان الكيس لو يعني هيكتب المعلقه هيطلع 7 معالق. زي ما اتفقنا الملح لما يكون كتير احسن ما يكون الملح قليل. الملح القليل زي ما احنا اتفقنا بيهري الزيتون، انتوا عارفين حاجه غاليه ومكلفه وبنعمله كل سنه مره يعني، فحرام ان احنا نعمله ويبوظ مننا. افضل اقلب كده لغايه ما الملح يدوب. هي ميزه الملح الناعم ان هو بيدوب بسرعه عن الملح الخشن. تمام. هنا هحط معلقه السكر، دي معلقه سكر، اللي وقع دي جزروني. تمام. هنحط برضو نص كوبايه خل او اقل عشان ده الخل ده مركز، كفايه كده. وما تخافيش من الخل، جربيها وعلى ضمانتي هتعجبك الطريقه دي. هنعمل ايه هنا بقى؟ هنحط زي ما اتفقنا شويه زيت من على الوش، شويه زيت من على الوش، وهنكبس بالليمون. والطريقتين زي ما انت شفتيهم معايا، طريقه الخلطه اللي هي الجزر والفلفل الهريسه والكركم والعصفر واللي هي بميه وملح وليمون زي بتاعه المصانع. الطريقتين احلى من بعض، يعني دي بتقعد ودي بتقعد، دي بتعيش ودي بتعيش، اللي تعجبك اعمليها، بس الطريقتين اجمل من بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام، باي باي.